حكاية عم سمير حكاية ليها العجب. الراجل ده وحتى يومنا هذا في موقف لا يحسد عليه، اتغدر بيه واتسرقت كليته، ولكنه حتى الموقف القانوني ماهوش قادر ياخده، مش قادر يروح للشرطة علشان يبلغ عن الناس اللي سرقوه، وده لأسباب هقول لكم عليها في وقتها. عم سمير راجل عنده 45 سنة، مواليد الجيزة، وفضل طول عمره عايش في الجيزة، بيشتغل في فرن هناك والأشياء رضا ومعدن والحمد لله ماشية الأمور. ولكن بعد شوية ولما العيال كبروا والمسؤوليات زادت، الأمور بدأت تتغير شوية. عم سمير حاليا عايش مع والدته الست المسنة الكبيرة القعيدة، وهو اللي بيقوم على خدمتها ومصاريفها وكل شيء، وده بعد ما البيت فضي عليهم هما الاتنين، لأن زوجة عم سمير سابت له البيت وأخدت معاها ابنها اللي عنده 15 سنة، وده بعد ما الديون اتراكمت بشكل كبير على عم سمير وما بقاش قادر يسد. والديون دي اتراكمت على عم سمير بعد جوازات بناته الاتنين، وده معناه ان عم سمير كان مطالب بالسداد ومطلوب على ذمة قضايا كلها بتخص الديون دي. عم سمير اتعرف على شخص اسمه حليم، الشخص ده كان بيعدي عليه في شغله وكان بيقعد معاه في القهوة اوقات كتيرة. وفي يوم من الأيام عم سمير فتح قلبه لحليم ده وبدأ يحكي له على كل همومه ومشاكله والديون والأقساط اللي عليه، بالإضافة طبعا للقضايا اللي مش مخلياه قادر يتحرك ويروح أي مكان. وفي وسط الكلام عم سمير من قلة حيلته سأل حليم على أي شخص ممكن يساعده أو يخرجه من الورطة اللي هو فيها دي. وهنا فوجئ عم سمير بحليم تاني يوم جاي له ومعاه شخص اسمه إسماعيل ده المفترض إنه صديق حليم وكان من مدينة نصر. فضل يتكلم مع عم سمير ويسمع منه، وفي النهاية فاجئ عم سمير بعرض غريب جدا، وده وقت ما قال له إن والده الحاج جابر مريض جدا ومحتاج متبرع للكلى في أسرع وقت. وعرض إسماعيل على عم سمير إنه يكون المتبرع ده في مقابل مبلغ مالي قدره 350 ألف جنيه. وهنا عم سمير ما فكرش كتير، وتحت ضغط العوز والحاجة والمشاكل اللي واقع فيها دي كلها وافق على العرض ده، خاصة بعد ما قابل عم جابر واطلع على حالته. والتلاتة عم جابر واسماعيل وحليم عملوا لعم سمير البحر طحينة، وده على حد تعبير عم سمير، قال انهم كانوا عشريين والمودة والحب والجدعنة بتبان في كل تصرفاتهم وكلامهم. قالوا له ان احنا مش هنسيبك طول عمرنا، لان اللي بينا دلوقتي ما بقاش عيش وملح بس، ده بقى دم وروح. عم سمير عجبه الكلام جدا، خاصة بعد ما بدأت الامور بشايرها تبان، وبدأ يسحب منهم مبالغ زي 500 جنيه او 1000 جنيه علشان يمشي اموره الحياتية البسيطة. وهم طبعا ما كانوش بيتأخروا عنه علشان يثبتوا حسن نيتهم، والكلام ده طبعا كان قبل اي ورق وقبل اي اتفاق رسمي. يعني عم سمير كان بيسحب منهم فلوس على المكشوف، وخلال الفترة دي عم سمير وصلوا منهم حوالي 75 ألف جنيه. سحبهم عم سمير على فترات ما بين 100 في 500 في 1000 في 2000 من غير ما ياخدوا عليه أي ورق أو أي ضمانات. وبالفعل دخل عم سمير المستشفى وعمل التحاليل اللازمة وتحليل الأنسجة اللي بيثبت إنه قادر على التبرع لعم جابر بكليته. بعد كده دخل عم سمير اسم شرطة السلام مع إسماعيل وعم جابر، وهناك عمل محضر بيثبت فيه إنه متبرع بكليته بدون أي مقابل لعم جابر، وهناك خدوا بطاقته وبطاقة عم جابر وعملوا له المحضر بكل يسر وسهولة. بعد كده طلع عم سمير والجماعة اللي معاه على الشهر العقاري، وهناك وقدام موظف الشهر العقاري أقر عم سمير بأنه متبرع بكليته بكامل إرادته لعم جابر، وده طبعا برضه بدون أي مقابل. والموضوع ما وقفش عند كده، ده كمان خدوا عم سمير وراحوا على وزارة الصحة، سجل هناك وعمل كل شيء قانوني يؤكد بالثلث انه موافق على التبرع بكليته بدون مقابل لعم جابر. عم سمير قال انه هو في المستشفى بيتحضر للعملية كان اسماعيل بيزوره
وكان بيجي معاه ناس تانية بعربيات جيب سودة شديدة الفخامة ما يعرفش ماركتها ايه، ولكن كل اللي يعرفه ان في واحد منهم قال له انه عميد في الجيش، والتاني قال له انه رئيس مباحث، والتالت قال له انه ضابط. وكانوا كلهم في المجمل كده قرايب عم جابر. سمير وعلى حد قوله حس ان طاقة القدر اتفتحت له لانه اتعرف على الناس النظيفة دي اللي على حد قوله برضو قالوا له انهم هيلبوا له كل طلباته. واحد منهم قال له انك لما تقوم بالسلامة انا هشغلك في القوات المسلحة في الامن الغذائي، والتاني قال له انا هجيب لك شقة صحية بعيد عن المكان اللي انت عايش فيه ده، والتالت قال له انا هساعدك وهخلص لك كل القضايا اللي عليك وما تشيلش هم وما يكونش عندك اي فكرة. وفي النهاية وبعد ما اعطوا كل الوعود دي لعم سمير ونظريا كده حلوا له كل مشاكله، عم سمير دخل اوضه العمليات وعمل العملية واتنقلت الكلية. وبعد ما فاق عم سمير من البنج فوجئ بإسماعيل واقف فوق راسه وبيقول له احنا لازم فورا ننقلك من المستشفى دي لان الرعاية فيها مش قد كده، واحسن ليك يا عم سمير انك تروح تتمرد في بيتكم. عم سمير الطيب صدقه، وبالفعل اسماعيل اخده لحد شقة بنت عم سمير في 6 اكتوبر، سنده وطلعه السلم وسلمه لبنته وقال له انا مضطر امشي حالا علشان اروح انقل ابويا هو كمان. ابويا ما ينفعش يقعد في المستشفى دي اكتر من كده، هودي ابويا مستشفى تانية وهكلمك يا عم سمير. عم سمير قال له هتكلمني؟ قال له ايوه هرن عليك. ولحد يومنا هذا اسماعيل مرنش على عم سمير ولا وراله وشه مرة تانية. فضل عم سمير يرن على تليفون اسماعيل اللي كان مقفول تماما، ولكنه بعد كده وفي فترة تانية اتفتح الموبايل، وهنا اندفع عم سمير علشان يقول له ازيك يا اسماعيل، انا عم سمير اللي اتبرعت بكليتي لوالدك. وهنا رد عليه اسماعيل بنفس الصوت اللي يعرفه عم سمير، ولكنه بلهجة باردة تماما عمره ما اتعود عليها قبل كده، وقال له اسماعيل مين يا راجل اللي انت بتسأل عليه؟ انا ما اسميش اسماعيل، انا اسمي شريف. وبعدين والدي ايه اللي اتبرع لك بكليته؟ انا والدي تعيش انت من زمان. وطبعا الكلمة المألوفة في مثل هذه الحالات ما انتش تتصل هنا مرة تانية، وقفل السكة. طبعا كانت صدمة كبيرة جدا لعم سمير اللي كان منتظر ياخد بقية فلوسه، ولكن ده كان أول واحد اتنكر ليه. بعد كده رن عم سمير على تليفون واحد تاني من البهوات الكبار اللي كانوا بيجولوا على المستشفى، وقالوا له ان احنا هنعمل لك البحر طحينة وهنحل لك كل مشاكلك. فلما عم سمير رن على الرقم ده فوجئ بالترو كولر مطلع له الرقم ده باسم سكرتير النائب العام. فهنا عم سمير الراجل البسيط الطيب خاف جدا ومرنش على الرقم ده مرة تانية. ومشكلة عم سمير انه كان راجل بسيط وعارف ان عليه قضايا كتير، فبالتالي طبعا كان متخوف يدخل الاسم، بالاضافة لانه ما قدرش يرن على رقم مكتوب على اسم صاحبه سكرتير النائب العام. وطبعا الكلام ده كله كذب، والاحتمال الاكبر ان كل الاشخاص اللي كانوا معاه في المستشفى دول لا ضباط ولا حاجة، ده تشكيل عصابي قدر يخدع الراجل البسيط ده ويسرق منه كليته. فضل عم سمير تعبان بعد العملية لمدة 2 سنين، ولكنه خلال الفترة دي ما كانش بيسكت وكان بيحاول يوصل لأي حد من الناس اللي ضحكت عليه دي. بعد شهر من العملية راح على المستشفى اللي عمل فيها العملية دي وسأل على اسماعيل وعلى أبوه الحاج جابر. فالناس اللي في المستشفى دوروا له في الأوراق وقالوا له إن مفيش حد دخل المستشفى دي اسمه عم جابر، ولكنهم قالوا له برضو ان العملية كانت سليمة. ايوه انت دخلت المستشفى ولكن باوراق سليمة وانت متبرع، واحنا كمستشفى بنخلي مسؤوليتنا، واي مشكلة بينك وبين الناس دي تقدر تحلها معاهم بمعرفتك، تقدر تبلغ النيابة. وعشان عم سمير راجل بسيط ما قدرش ياخد منهم لا حق ولا باطل، بالاضافة لانهم مرضوش يدوله اي بيانات او يدخلوا نفسهم مع اي مشاكل مع العصابة اللي بتدير العملية دي.
تقريبا العصابة كذبت على عم سمير في اسم الراجل اللي هياخد الكلية اللي هيتبرع له ده، وانه مسموش عم جابر ولا حاجة. وبما ان عم سمير راجل بسيط فما قدرش يفهم الموظفين هو عايز ايه، او هم مرضوش يتعاونوا معاه باي شكل من الاشكال. خرج عم سمير من المستشفى راح على معمل التحاليل، ولكنه فوجئ بمعمل التحاليل ده اتنقل من المنطقة اللي كان فيها وراح على منطقة تانية. المهم ان في حد جاب لعم سمير رقم المعمل الجديد من على الانترنت، اتصل بيهم عم سمير وعرف المكان بالظبط وراح على المعمل ده. وهناك سأل على حليم الشخص اللي عرفه بإسماعيل، وهناك فوجئ عم سمير بالناس اللي شغالة في المعمل بيقولوا له أيوة حليم كان شغال هنا، ولكن احنا مشيناه لأنه شخص مش مظبوط وبيعمل مشاكل. وهنا سألهم عم سمير على بيانات التحاليل بتاعته والتحاليل اللي عملها عم جابر معاه. فالناس هناك قالوا له عم جابر مين؟ احنا ما نعرفش عم جابر، وسواء كان ليك تحاليل هنا انت وعم جابر ده او ملكش، فاحنا على كل حال بنقطع اوراق التحاليل دي اول باول، ما بنحتفظش في المعمل بالتحاليل دي مدة كبيرة. خرج عم سمير من معمل التحاليل مبقاش عارف يعمل ايه او يروح فين، ما عندوش القدرة انه يروح على مركز الشرطة علشان يبلغ، لانه اساسا زي ما قلنا عليه قضايا، ولو راح عم سمير على المركز احتمال كبير انهم يقبضوا عليه. ولكن وعلى حد قول عم سمير ان مشكلته الكبيرة مش في القبض عليه، مشكلته في والدته الست الكبيرة المسنة القعيدة اللي مفيش حد بيراعيها غيره. 4 سنين كاملين عم سمير بيدور على الأشخاص دول، وعشمان إنه يلاقيهم، وعشمان إنه لما يلاقيهم يقولوا له أنت كنت فين يا راجل يا طيب، إحنا كنا بندور عليك، خد بقية حقك أهو. وطبعا أحلام وأوهام عم سمير عايش فيها، ولكن الراجل في مخيلته مفيش قدامه حاجة غير إنه يحلم. حاليا عم سمير صحته تعبانة جدا، مش قادر يرجع يشتغل في الفرن زي زمان، بيلقط عيشه من حاجات بسيطة كده، طبعا دخله انخفض. عم سمير عامل عمليتين في عينيه، مية بيضة وتركيب عدسات، ده في عين واحدة، بالإضافة لأن العين التانية محتاجة عملية هي كمان، زائد إن العين الأولانية المية البيضة رجعت ترد فيها مرة تانية. منتهى العجز والألم والندم، الديانة رجعوا يطالبوا عم سمير تاني بالفلوس اللي عليه، وهو مش قادر يلجأ للشرطة علشان يجيب حقه، خاصة وإن الناس دي عاملة أوراقها كلها سليمة، يعني حتى لو وصل ليهم وبمعرفة الشرطة فالناس دي هتخرج له أوراق من الشهر العقاري ومن وزارة الصحة ومن المحضر اللي في الاسم اللي هو عامله بأنه متبرع بكامل إرادته بالكلية للشخص اللي هو اتبرع له ده. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين القانون المصري بيسمح بالتبرع بالأعضاء، ولكنه لا يسمح بالإتجار فيها. فكده عم سمير حتى لو لقى الناس دي موقفه القانوني صعب. عم سمير عايش مطارد مسكين، حاسس بالعجز من جميع النواحي، وضع لا يحسد عليه الصراحة. الطيبة والسذاجة والثقة الزايدة عن الحدود في أشخاص ما نعرفهمش أو حتى نعرفهم، الثقة الزايدة مش مطلوبة أبدا في أي تعامل من تعاملات الحياة. الناس بتتغير ونفوسها بتتغير، وفيه ناس بتبيع ذمتها لو وجدوا من وجهة نظرهم إن البيعة تستحق، برغم إن إحنا عايشين طول عمرنا ومفكرينهم إن هم ناس نضاف وضمايرهم صحية. ولكن كل شيء إن لم يكن مرجع النوايا إلى رب العباد فهو متاح للبيع. لازم نفهم كده كويس ونستوعب النقطة دي. القناة لسه جديدة، ما تنسوش تدعمونا بضغط زر اللايك وتشتركوا في القناة. سلام عليكم.